السلام عليكم متابعين قناة كود ياسين لتعليم السياقة. إذا أنا غادي نشرح السلسلة رقم 3 من تطبيق كود السياقة. لأول مرة كيشوف القناة ديالنا اشترك فيها، يفعل الجرس، أي آراء أو ملاحظة للقناة خلي لنا تعليق. بالنسبة لهاد السلاسل هذه إخوان اللي كنشرحو هي سلاسل ديال الامتحان، يعني قدرت تطيح في الأسئلة في الامتحان بحال هذه. إذا بالتوفيق والنجاح للجميع. السؤال رقم 1، هاد العلامة كتعلم على مكان ممر رجلين، جواب 1. ممر رجلين على بعد 50 متر، جواب 2. بالنسبة لعلامة الإرشاد راه هما علامات وضعيين، يعني هاد العلامة ديال الإرشاد هما علامات وضعيين، يعني كيقول لك كاين ممر رجلين، يعني هما من عند العلامة نلقى ممر رجلين. لاحظنا مزيان هنا عند الصورة، يعني من عند العلامة نلقى ممر رجلين، جواب رقم 1. سؤال رقم 2، يمكن لي نكمل السير في هاد الطريق. هاد الطريق عنده اتجاه واحد، هاد الطريق بدون مخرج. إذا هنا عندنا علامة ديال الإرشاد، هاد العلامة هادي ديال الإرشاد كتقول لي الطريق مسدود، كتقول لي الطريق مسدود، يعني يمكن لي نكمل السير في هاد الطريق. نعم، يعني هاد الطريق هادي، هاد الزنقة هادي أنا مسموح لي ندخل معاه، يعني مكاين حتى شي حاجة كتمنعني. هاد العلامة راه ماشي كتمنعني، هاد العلامة هادي كتقول لي غير الطريق اللي من هنا مسدودة. وهاد الطريق عنده اتجاه واحد، لا هاد الطريق بدون مخرج. نعم، اذا الجواب 1 3، يعني هاد الطريق مسدوده، غندخل معاه. نقدر نكون جاي عند شي صاحبي ولا هذا يمكن لي ندخل معاه. جواب 1 3. هاد العلامه كتعلم على مدخل طريق السيار، قنطره، ممر، السكه الحديديه. بالنسبه لهاد العلامه هادي هي علامه ديال الارشاد، هادي كتقول لي مدخل طريق السيار، يعني البدايه ديال طريق السيار. بداية ديال طريق السيار. لا شفتو مزيان هنا القدام يبان لك البلاكه ليس لكم حق الاسبقيه، يعني مسلك الاندماج، غندخل طريق السيار. مفهوم اخوان؟ دونك الجواب رقم 1. الا تبعت هاد الاتجاه غادي نكون كنسير في طريق وطنيه ولا جهويه. ديما طريق وطنيه كتكون باللون الاحمر، جهويه كتكون باللون الاصفر. هادي غنمشي لتنغير الرشيديه، وعندنا ديك الصيوه اللي باللون الاصفر فوق كتقول لي هادي الطريق جهوي، يعني غناخد الطريق ديال الجهه. الجواب رقم 2. هاد العلامة كتأكد الاتجاه اللي تبعت ولا كتعلم على ملتقى الطرق. بالنسبة للعلامة هادي هي علامة ديال الإرشاد. شنو كتقول لي؟ كتقول لي ماشي للقدام غير الرشيدية، ماشي كتقول لي كاين ملتقى الطرق، لا، يعني كتأكد الاتجاه اللي أنا غادي فيه، يعني ماشي للقدام، نمشي لتنغير الرشيدية، يعني مثلا تنغير مازال 52 كيلومتر، الرشيدية مازال 123 كيلومتر. إذا هادو علامة ديال تأكيد الاتجاه. الجواب رقم 1. غادي ندخل تجمع سكني. واش غادي ندخل تجمع سكني؟ لا، ما غاديش ندخل تجمع سكني. هذه علامه ديال الارشاد، وعلامه ديال الارشاد اما كيرشدونا او كياكدوا لنا الاتجاه اللي كنتابعوا فيه السير. يعني هذه علامه ديال الارشاد كتقول لي على بعد 40 كيلومتر ما نوصل للرباط، ومازال لي 130 كيلومتر اوصل للدار البيضاء. مفهوم اخوان؟ اذا الجواب الصحيح لهذا السؤال هو رقم 2. واش غندخل تجمع سكني؟ لا، مازال لي 40 كيلومتر باش نوصل انا للرباط. ابتداء من العلامة غادي ندخل تجمع سكني. نعم، جواب 1 لا، جواب 2. السرعة ديالي كتحدد. نعم، جواب 3 لا، جواب 4. إذا بالنسبة للعلامة هذه ديال الإرشاد على شكل مستطيل كتأكد لي الاتجاه أو كترشدني فين أنا. بالنسبة للعلامة مكتوب فيها أجلموس، مكتوب فيها أجلموس، ما عنديش شي عدد الكيلومتراج. ملي كتكون علامة ديال الإرشاد مكتوب فيها واحد الاسم المدينة أو الاسم ديال الحي أو الاسم ديال الفيلاج، ما كاينش شي عدد الكيلومتراج، كندخل داخل المدينة. واخا كيبان لي هنا غير الخلاوم والغابة وهذا، ولكن العلامة حكمت عليا لأن داخل تجمع سكني. وملي كندخلوا لشي تجمعات سكنية بطبيعة الحال شيء عادي، السرعة ديالنا كتحدد 60. هاد العلامة كتعلم بوجود مكان محدد بإشارة، مجرى مياه، منطقة سياحية. هاد العلامة، هاد الوادي، هاد المنطقة حدوها لنا بواحد الإشارة أقشور، ماشي مجرى مياه، ماشي منطقة سياحية، حدوها لنا بواحد الإشارة كتبوا لنا عليها أقشور. إذا الجواب رقم 1، مكان محدد بإشارة. كنسير في طريق السيار. واش دابا أنا كنمشي في طريق السيار؟ لا. إلا فوقتاش غنمشي في طريق السيار؟ إلا خديت الطريق من هنا للرباط فاس عاد نكون في طريق السيار. إلا خديت هاد الطريق هادي غادي نكون في طريق السيار، أما دابا لا. إذا الجواب رقم 2. باش نمشي لسيدي علال التازي بقات لي 1000 متر. نعم، إجابة 1 لا، إجابة 2. من الواجب ناخذ الخرجة اللي جاية. نعم، إجابة 3 لا، إجابة 4. إذا هنا باش نمشي سيدي علال التازي واش بقات لي 1000 متر؟ لا.
ما واجب ناخذ الخارجه اللي جايه؟ نعم. انا بقات لي 1000 متر ولاش بقات لي 1000 متر. هاد 1000 متر هذه اللي هنا اخوان باش نفهموها مزيان بلاتي، باش نفهموها مزيان. هاد 1000 متر هذه اللي بقات لي هنا بقات لي الخارجه ديال لوطورط، بقات لي الخارجه ديال لوطورط، ما بقات لي الخارجه البياج لهنا. بقات لي 1000 متر باش نخرج من لوطورط ونقصد طريق سيدي علال التازي. من الواجب ناخذ الخارجه اللي جايه؟ نعم، حيت لا زادت القدام نمشي لطنجة مولاي بوسلام. مفهوم؟ اذا الجواب هو 2-3. الا اتجهت للطريق اللي كتدي للصخيرات غندخل لطريق السيار ولا غنخرج من طريق السيار؟ بطبيعة الحال غنخرج من طريق السيار. دابا انا غادي في طريق السيار، ولكن الا مشيت للصخيرات غادي نخرج من طريق السيار. اذا الجواب رقم 2. نعطي حق الاسبقيه لهاد السياره. واش نعطي حق الاسبقيه لهاد السياره هذه؟ لا. علاش؟ هاد السياره هذه خارجه من الباركينغ، هي عندي علامه ديال الباركينغ، خارجه من الباركينغ. ملي كتكون شي سياره خارجه من الباركينغ او مشي كراج او داخله مشي بيس ولا هذا ما كنعطيوهاش حق الاسبقيه. اذا الجواب رقم 2، يعني هي كانت في موقف السيارات وبغات تدخل في حركه السير، ما نوقفش انا نعطيها حق الاسبقيه. مفهوم؟ اذا الجواب رقم 2. ابتداء من هاد العلامه يمكن لي نسوق ب40 ب60 70. ابتداء من العلامه هادو ديال الارشاد. ديما علامه الارشاد قلت لكم اما كيرشدونا البلاصه اللي حنا فيها او كياكدوا لنا الاتجاه اللي كنتابعوا فيه السير. دابا هاد العلامه الارشاد شنو مكتوب فيها؟ مكتوب فيها الصخيرات. يعني ملي كتكون العلامه الارشاد مكتوب فيها الاسم ديال المدينه وما كاينش عدد الكيلومتراج، مثلا نعطيكم كمثال، ما كاينش عدد الكيلومتراج هنا، مثلا ديك 200 بحال هكا ولا ديك 100 ولا ديك 50 بحال هكا، ما كايناش. يعني انا داخل تجمع سكني، وملي كندخل لتجمع سكني السرعه ديالنا فاش كتحدد؟ السرعه ديالنا فاش كتحدد؟ 60. كتحدد في 60. ندوزو السؤال الموالي. حصلت على رخصه السياقه هذه 3 شهور، فهاد الطريق السرعه ديالي محدوده 80 90 100 120. اذا فاش السرعه ديالي محدوده هنا؟ حصلت على رخصه السياقه هذه غير 3 شهور، يعني انا مازال عندي البيرمي جديد، كنكون السرعه ديالنا محدوده فاش؟ 90. الجواب رقم 2. يمكن لي نسوق ب 100 كم الساعه، 110 كم الساعه، 120 كم الساعه، 130 كم الساعه. هنا باش يمكن لي نمشي، هنا يمكن لي نمشي ب 100 و ب 110 و ب 120 130. علاش لا 130؟ حيت هذه طريق السياره، هو الخط متصل على اليسار، هذه طريق السياره السرعه محدوده ب 120. اذا الجواب هو 1 و 2 و 3. واجب عليا نغير اتجاه اليسار؟ واش واجب عليا نغير الاتجاه اليسار؟ لا، هذه علامه غير ديال الارشاد كتقول لي للرباط، الطريق غير نحاف للرباط، ماشي واجب عليا. لا. من بعد 500 متر غادي يكون من الواجب عليا نغير اتجاه اليمين. واش من بعد 500 متر يكون واجب عليا نغير اتجاه اليمين؟ نعم. علاش؟ حيتاش نلقى القدام الطريق مقطوعه، يعني من بعد 500 متر يكون واجب عليا نغير اتجاه اليمين. نعم. هاد العلامه كتعلمني ان هاد الطريق غادي تكون مقطوعه ولا انا غادي في طريق منحرفه. بالنسبه لهاد العلامه هادي واش كتقول لي انا غادي في الطريق مقطوعه ولا انا غادي في الطريق منحرفه؟ هذه تقول لي انا في الطريق منحرف. كيف كتشير العلامه هاي؟ قلعه منقونه طريق منحرف. الجواب رقم 2. غادي بسرعه 60 كم الساعه، نبقى غادي بنفس السرعه ولا ننقص من السرعه؟ دابا انا غادي ب 60، في هذه الحاله واش نبقى غادي بنفس السرعه ولا ننقص من السرعه؟ ديما فاش نلقى المثلث ديال الانتباه ديال الخطر راه من الواجب علينا ننقص من السرعه. فنلقى المثلث ديال الخطر راه من الواجب علينا ننقص من السرعه. دوك الجواب رقم 2. غادي بسرعه 60 كم الساعه واجب علينا ننقص من السرعه. نعم، ديما وقلنا الا لقينا المثلث مثلا ديال الخطر اما كيعلمني على انتباه الاشغال او تساقط الاحجار او مرور الدراجات او مرور الحيوانات او الطريق كدي وكتجيب، يعني خصني نقص من السرعه. نعم، الجواب رقم 1. يمكن لي نقص من السرعه ديالي وندوز ولا واجب عليا ناخذ طريق اخرى؟ هنا راه من الواجب عليا ناخذ طريق واحده اخرى. لا شفت انزيد هنا طريق نقطع على بعد 300 متر، يعني ها هي 300 متر غادي نزيد للقدام، خصني ناخذ هاد الطريق هذه من هو هذا الكاميو هذا. لا شفنا هنا هي علامه ديال الاجبار، هي الناس اللي ما شافوهاش، هاد البلاطه هذه يعني اجباري ندور اليسار. شمن طريق غادي ناخذ؟ مني هابط الكاميو، ها الكاميو فيها هو الناس اللي كيسول على الكاميو مني هابط، من ناخذ هاد الطريق هذه. فهم اخوان؟ ناخذ الطريق هذه.
إذن الواجب عليا ناخد طريق أخرى. باقي لي كيلومتر واحد باش نوصل على بعد 300 متر نكمل السير لقدام، ولا من الواجب عليا نغير الاتجاه. باقي لي أنا 300 متر، أنا باقي لي 300 متر، 300 متر واش نكمل السير لقدام، ولا واجب عليا نغير الاتجاه. أنا باقي لي كيلومتر واحد باش نوصل، ولكن على بعد 300 متر، راه من الواجب عليا نغير الاتجاه. علاش يا إخوان؟ حيت كيلومتر واحد شحال فيه متر؟ فيه 1000 متر. أنا شحال مازال لي؟ أنا مازال لي شحال؟ أنا مازال لي باقي لي كيلومتر واحد باش نوصل، يعني ما نزيد هنا كيلومتر واحد باش نوصل. ولكن المشكل على بعد 300 متر، على بعد 300 متر نلقى الطريق مقطوعة، نلقى الطريق مقطوعة. ولكن فاش نلقى الطريق مقطوعة راه من الواجب عليا نغير الاتجاه، من الواجب عليا نغير الاتجاه. فهم؟ الجواب رقم جوج. باش نمشي للرباط من الواجب عليا ندور اليمين؟ لا، راه ماشي من الواجب عليا ندور اليمين. إلا شفنا هنا البلاكة مؤقتة باللون الأصفر، الكاميونات ما كتعنينيش أنا، إذا لا. على بعد 500 متر سأكون مجبر تغيير الاتجاه إلى اليسار. إذا هنا ها هي بلاكة ديال الإرشاد، قال لي على بعد 500 متر غنكون مجبر باش نغير الاتجاه لليسار. لا، شكون اللي مجبر؟ الشاحنات اللي عندهم الوزن ثقيل، الشاحنات اللي عندهم الوزن ثقيل. أما أنا لا. جواب رقم جوج. باش نتجاوز يمكن لي نستعمل الممر اللي في الوسط. إذن باش نتجاوز يمكن لي نستعمل الممر في الوسط؟ لا. هنا عندي جوج مسالك كيجيبو ها هما، وعندي مسلك واحد كيدي. فهم؟ إذا باش نستعمل أنا هذا المسلك هذا ممنوع ليا. عندي مسلك واحد كيدي وجوج كيجيبو، والمؤقت كيلغي الدائم. فهم؟ الجواب رقم جوج. الخط الموجود في الطريق من جهة يد اليسار يمكن لي نتجاوزو. دابا الخط اللي من الجهة ديال اليسار واش يمكن لي نتخطى؟ نعم، عندي الخطوط متقطعة، عندي الخطوط متقطعة، في هذه الحالة يمكن لي نتخطاه. نعم. الجواب رقم واحد. الخط الموجود في الطريق من جهة يد اليسار يمكن لي نتجاوزو؟ لا، قبيلة كان عندي الخط من الجهة ديالي مقطع، ولكن دابا عندي الخط متصل. ها هو دابا عندي الخط متصل، ما يمكنليش نتخطاه. إذا الجواب رقم جوج. ندوز أنا الأول ولا ندوز من بعد الشاحنة؟ في هذه الحالة إخوان لاحظنا مزيان غندوز من بعد الشاحنة. علاش؟ أنا اليمين ديالي واقفة فيها الطونوبيل هذه اللي دايرة السينيالات بربعة، هي شادة لي في اليمين ديالي. يعني اليمين ديالي أنا عامر، خصني الشاحنة تدوز، غندوز أنا، يعني ندوز من بعد الشاحنة. واللي عنده المشكل في الكود يحاول يصيفطنا شي ميساج في الخاص، ولا يحاول يدير لنا شي كومونتير. ندوز أنا الأول ولا نعطي حق الأسبقية؟ مثلا هنا واش ندوز أنا الأول ولا نعطي حق الأسبقية؟ هنا بطبيعة الحال غادي نعطي حق الأسبقية، يعني كنشوف أن البومبية شاعلين الأضواء، يعني راه من الواجب علينا نعطي حق الأسبقية. ديما عندك البومبية وعندك الدرك الملكي وعندك الأمن الوطني، هادو كانوا في واحد الحالة استعجالية، يعني كيكونوا شاعلين الأضواء كنعطيهم حق الأسبقية. نتجاوز؟ نعم. من نتجاوز؟ لا. هنا يمكن لي نتجاوز، يعني ما كاينش حاجه اللي كتمنعني هنا، شي حاجه كتمنعني ما كايناش، يمكن لي نتجاوز. المرايه اللور خاويه، في هذه الحاله الطريق هذه غير كتدي، يعني الطريق اتجاه المعاكس راه جايه من الجهه الاخرى. هنا يمكن لي نتجاوز، يعني ما كايناش شي حاجه كتمنعني. نعم. نتجاوز؟ جواب واحد. ما نتجاوز؟ جواب جوج. هنا كاين شويه د الخلل بالنسبه للعلامه. كان عندي العلامه ديال نهايه المنع، يعني هذه البلاكه هذه كتسمح لي ندوبل، ولكن شنو منعني؟ الرؤيه ما واضحاش، كاينه الضبابه، كاينه الضبابه، الرؤيه ما واضحاش، هي اللي منعتني، هي ما خلاتنيش نتجاوز. نتجاوز؟ ما نتجاوز. هنا ما يمكنليش نتجاوز، لان الطريق هنا عامره، في الحاله ما يمكنليش نتجاوز، يعني السياره جايه قبلتي ما يمكنليش نتجاوز. لا، يمكن لي نتجاوز هاد العربه. لا، علاش ما يمكنليش نتجاوز؟ شوف المرايه ديما ملي كنبغي نتجاوز، يعني كنبغي ندوبل، شنو كندير؟ اول حاجه كنديرها شنو هي؟ كنراقب، ثم كنبه، ثم كنحس. دابا انا الشروط ديال التجاوز ما متوفرينش عندي هنا، يعني انا راقبت بانت لي المرايه عامره، كاين الكاميو من ورايا غيضوبني داير السينيال هاو. اذا واش انا يمكن لي نتجاوز هاد العربه اللي قدامي؟ لا. يمكن لي نتجاوز؟ ما يمكنليش نتجاوز. هنا يمكن لي نتجاوز، ما كاين حتى شي حاجه كتمنعني، المرايه خاويه، الرؤيه واضحه، يعني يمكن لي نتجاوز. نعم. الجواب رقم واحد. انا كنقول لكم اللي ما فهمتي سؤال اكتبوا لي في لي كومونتير، اللي ما فهمتي سؤال اكتبوا لي في لي كومونتير.
نتجاوز الجواب واحد، ما نتجاوز الجواب جوج. دابا لاحظنا مزيان هنا لاحظنا السيارات هادو كيتجاوزو هنا، راه دايرين واحد المخالفة. الا لاحظنا مزيان هنا الخط عندي متقطع ولكن غادي كيقترب، يعني غادي يتصل. واش مسموح لي نتجاوز؟ لا، ما نتجاوز. الجواب رقم جوج. يمكن لي نتجاوز جواب واحد، ما يمكنليش نتجاوز جواب جوج. هنا في هذه الحالة بطبيعة الحال ما يمكنليش نتجاوز او يمكن لي نتجاوز. هنا ما كاين حتى شي حاجة كتمنعني، راه يمكن لي نتجاوز. الرؤية واضحة قدامي، يمكن لي نتجاوز، ما كاين حتى شي حاجة كتمنعني. في هذه الحالة بغيت نتجاوز يمكن لي ندوبل. الرؤية واضحة، المراية ما جا حتى شي واحد، يمكن لي نتجاوز. نتجاوز بسرعة، ما نتجاوزش. هنا ما يمكنليش نتجاوز. علاش؟ لأن المنعرج الرؤية ما واضحاش، الطريق كدير وكتجيب. هنا في هذه الحالة ممنوع عليا التجاوز. الجواب رقم جوج. يمكن لي نزيد في السرعة، نشد اليمين. هنا لا شفنا في المراية واحد الطوموبيل بالمراية ضوبني، ها هي دايرة السينيال، ها هي دايرة السينيال غادي تضوبني. في هذه الحالة أنا واش يمكن لي نتجاوز؟ لا، يعني خصني نشد اليمين ديالي. الجواب رقم جوج. يمكن لي نتجاوز هذا الراجل؟ لا، ما يمكنليش نتجاوز هذا الراجل لأن الطريق عامرة قدامي، جاي الكاميو قبالتي. في هذه الحالة ما عندي أنا فين نتجاوز. لا، الجواب رقم جوج. نباه هاد الراجلين، نتجاوز بسرعة هاد الراجلين، نقص من السرعة باش نتجاوز هاد الراجلين. هنا واش نبه هاد الراجلين ولا نتجاوز بسرعة هاد الراجلين ولا نقص من السرعة باش نتجاوز هاد الراجلين؟ هنا خاصني نقص من السرعة باش نتجاوز هاد الراجلين، خاصني نقص من السرعة باش نتجاوز هاد الراجلين، ونستعمل عليهم كذلك